صاحب اخويا. فانا بقول لهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فبشاور جوه، فهم استغربوا من كلامي. فبقول لهم انتوا مش عارفين مين اللي واقف جوه ده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. فراحوا جروا على النبي عليه الصلاه والسلام. كان وصفه كالاتي: لابس جلابيه اكنها اول مره تتلبس من شده البياض، وطاقيه على دماغه، وهم واقفين حواليه. بس هو عاطي اتجاهه ناحيه قبلي، انا من بني سويف، فهو مدي اتجاهه ناحيه قبلي بس على اتجاه الفيوم بزاويه. بس ما اتكلمش مع حد. الوصف كالاتي: اقسم بالله الله على ما اقول شهيد، الله على ما اقول شهيد. وصف الوجه كالاتي: كانه بدر في تمامه، لابس طاقية فوق دماغه، الحواجب تقيله بعرض، يعني تقيله. جبهته، الجبهه بتاعته من فوق عريضه ونازل من عليه، يعني نازل من على قرطه كده، زي حضرتك كده عارف العرق، بس ايه، قطرات العرق من على وجهه كانها ضوء عامل زي نور النيون. دقنه كثيفه جدا شديده السواد. هو يعني دقنه كثيفه جدا شديده السواد. في دقنه ما يتعدوش من 15 ل 18 شعراويط. الله. فهم واقفين حواليه وما اتكلمش مع حد، خالص. اقسم بالله الروايه اللي بقولها دي: الله على ما اقول شهيد، الله على ما اقول شهيد. هو في جاي كده محمد ابراهيم وزير الداخليه والسيسي، جاي كده وهم ملفوفين حواليه، احنا ملفوفين حواليه. وجاي وراهم ضابط رفيع وطويل ولابس نظاره، ده اللي انا حافظ ملامحه بالظبط. لابس نظاره نظر بس وشه صغير وطويل ورفيع، فجاي وراهم كده. فلما لقينا ملمومين حوالين النبي فبيقول في ايه؟ فبنقول له ده النبي عليه الصلاه والسلام. مشي بكل استهزاء في خروجه بره الباب. المكان ده كان مكان عندنا اسمه شركه الفيل، يعني الرؤيه دي انا شفتها في مكان ماشي نقل عام اسمه شركه الفيل. فبكل استهزاء بيقول عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ايه بيقول اللي جنبه عن النبي عليه الصلاه والسلام ايه. فانا ببص في وجه النبي، بصيت في وجه النبي كده، فلقيت زي النبي حزن، يعني زي حزين كده، وعينه حسيت ان هي يعني ايه غرغرت بالدموع. فرحت انا حاطط ايدي في ايد النبي، حاطط ايدي في كف النبي. انا اول مره في حياتي اشوف قوه ونعومه، يعني ايده كبيره بس يعني ايه. وانا حطيت ايدي في ايده كده، ايده من جوه ناعمه، وانا طالع يعني مسكت ايده كده ايده من جوه تحس ان هي زي ما تقول عرقانه او فيها سنه عرق بسيط كده. هو ده يعني كل اللي حصل كويس. يرضي الله ورسوله. الله. أشكرك يا أستاذ محمد، أشكرك يا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا. إن كنت ما رأيت هو ما وصفت، فهذه هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتصور بصورتي. وأجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ولا يتكلم، لأنه من رآني ولم يقل من سمعني. فرؤيتك أراها كما وصفت. إن كنت رأيت ما وصفت الآن ووصفت ما رأيت فعلا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى عظيمة جدا جدا للأمة بأسرها. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويجزيك خيرا. أستاذ جمعة، آخر اتصال معنا، اتفضل. الو، السلام عليكم. أهلا بيك يا فندم، اتفضل.